أصغر منه ب 12 سنة، وغيرت فكرته عن الجواز بعد ما عدى ال50. كانت شغالة في الإعلانات قبل ما تبقى مديرة أعمال الهضبة لأكتر من 10 سنين، وقالوا عنها الجندي المجهول، وبسبب غيرة دينا الشربيني عليه منها سابت الشغل معاه. هدى الناظر خلاص بقت زوجة مصطفى شعبان رسمي، وبعد شائعات لأكتر من سنة بقت أكيدة. فيا ترى مين هدى الناظر وإزاي اتعرفوا على بعض؟ وليه ما أعلنوش جوازهم وعملوا فرح؟ مصطفى شعبان ظهر لأول مرة مع هدى الناظر من كام يوم في عيد ميلاد نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي، ومنظم العيد ميلاد نشر صورتهم وبعدها حذفها. وهنا الكل ابتدى يشك إن اللي اتقال قبل كده ما كانش شائعات، وإنهم لو ما اتجوزوش فهم مرتبطين أكيد، لكن اتضح إنهم اتجوزوا فعلا. أيوه، مصدر مقرب من هدى الناظر قال لتلجراف مصر إن الثنائي اتجوزوا من سنة، ولكن ما اهتموش إنهم يعلنوا جوازهم للإعلام، وحبوا يكون في خصوصية في حياتهم، ومش معنى إنهم مشاهير إن كل حاجة للجمهور يعرفها. معنى كده إنه لما اتقال عن مصطفى وهدى إنهم اتجوزوا من حوالي سنة ما كانتش شائعات زي ما هدى قالت، ولكن كانوا متجوزين فعلا. هم اكتفوا بس بكتب الكتاب وما عملوش فرح، والكل كان منتظر الفرح وكانوا متوقعين إنه هيكون على أعلى مستوى، ولكن هم حبوا يتجوزوا في هدوء ويسافروا يحتفلوا بره مصر لشهر العسل. وده لأن والد مصطفى تعب فجأة واتنقل للمستشفى في الوقت اللي كان خلاص بيجهز لكتب كتابه على هدى الناظر. حالته الصحية وقتها اتطورت ودخل العناية المركزة، فما كانش وقته خالص يفرح أكيد، ووالده مستني اللحظة دي من سنين. طب مين هي هدى الناظر وازاي اتعرف مصطفى عليها؟ مصطفى اتعرف على هدى في حفلة كان بيحضرها للهضبة، وطبعا هي كانت مديرة أعمال الهضبة لأكتر من 10 سنين وبقالهم سنين يعرفوا بعض. هدى الناظر سيدة أعمال عندها 42 سنة، يعني أصغر من مصطفى ب 12 سنة، خريجة إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 2006. بدأت مسيرتها المهنية في مجال الإعلانات قبل مجال إدارة الأعمال الفنية. تولت مسؤولية إدارة أعمال عمرو دياب لسنين كتير من 2007 ل 2018، ولقبها بالجندي المجهول في حياته، وتولت مناصب كتير خلالها، منها مديرة إذاعة دياب اف ام وشركة ناي كالمتحدثة الإعلامية باسمه. ولكن حصلت بينهم خلافات بسبب غيرة دينا الشربيني منها وعلاقتها القوية بالهضبة، وكانت دينا السبب في تخليه عنها وقت ما كان متجوزها، وانتهى بكده التعاقد بينهم. مصطفى شعبان عنده 54 سنة، ورغم انه من اشهر عزاب الوسط الفني، بس شائعات ارتباطه كتير جدا، ومفيش ظهور لاي فنانة معاه في اي عمل الا وبيتقال ان بينهم علاقة. ورغم كده، ورغم انه قدم ادوار كتير في الفن، انه متجوز بالاربعه كمان، ولكن هو في الحقيقه ما ارتبطش غير مره واحده في 2006 لبنت خارج الوسط الفني، وما حصلش نصيب ما بينهم وقتها، ومن وقتها صرف نظر عن الموضوع، ولو جه تمام ولو ما جاش هو مبسوط كسنجل. وفي لقاء قبل كده وحسب ما نشره موقع المصري اليوم قال: انا عازب علشان ده نصيب ولسه ما جاش نصيبي. السنجل ليه جوانب ايجابيه وجوانب ناقصه، وانا خطبته مره زمان في 2006 لكن ما تفهمناش، وكنا صغيرين وبيحصل لي شائعات كتير وما بقتش تشغلني ابدا. لحد دلوقتي ما فيش حد منهم اعلن جوازهم للجمهور بشكل رسمي، ولكن بناء على تصريحات المقربين منهم فهم متجوزين. انتوا بقى قولوا لنا، اتفاجئتوا بالموضوع ده ولا لا؟